ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده راجعه لكم بروتين قوي جدا جدا. يلا بقى قومي تشجعي وانجزي معايا. خلاص، العيد على الابواب. عايزين نعمل شويه تفريزات حلوين كده ونستعد لعيد الاضحى. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. وربنا يا رب يعود عليكم الايام بالخير. وربنا يا رب ما يقطع لنا عاده ابدا، ويملى بيوتنا بالستر والخير والبركه يا رب. هنا مبدئيا كده انا عملت معاكم شوية تفريزات كده بسيطة جدا، وان شاء الله انتظروا مني الفيديو اللي جاي. ان شاء الله ان شاء الله هنعمل اقوى تفريزات لعيد الاضحى ان شاء الله. فمبدئيا كده انا شفت ايه الحاجات الموجودة والمتوفرة معايا عشان ابدأ بيها واملى الفريزر بتاعي. فهنا بقى لقيت في الحبوب يعني، لقيت فول. الفول المدمس، قلت اما ندمس فول في البيت. طبعا عايزه اقول لك نص طبق يا دوب، والله العظيم يا بنات ما يكفي نص طبق. بنجيبه دلوقتي ب5 جنيه. طب على ايه يعني؟ تعالي نعمل مع بعض ونعمل احلى فول مدمس. يلا مع بعض كده. هاتي كيلو من الفول المدمس، ونقعيه بتاع 6 ساعات، وغيري الميه على طول عليه. وهاتيه بقى واغسليه غسله حلوه كده تحت الميه الجاريه. وبعد كده هاتي حله على النار، وحطي نصها ميه سخنه مولعه. خليها تغلي على النار وانزلي بيها على الفول. وبعد كده يدوب بيغلي غلوته كده، وتشيلي الريمه. تجيبي ربع كيلو عدس او نص كيلو عدس زي ما انت حابه. وهتجيبي ليمونايه كبيره وتقسميها نصين وتشيلي منها البذر وترميها. شويه فلفل رومي وترميها. بصلايه كبيره او متوسطه وترميها برضو. طماطمايه 2 وتحطيها. وهتجيبي 3 4 فصوص توم وتهرسيهم كده وتحطيهم. طبعا كل الخضار دوت الفول هيشرب منه، وهيخلي طعمه ما شاء الله يا بنات زي الكتاب ما قال. هتقولوا لي ايه الميزات اللي شفتيها، واقول لكم على الميزات والعيوب اللي انا شفتها في تدميس الفول. بس هقول لكم هنا انا استخدمت ايه في التوابل. استخدمت نص معلقه من الفلفل الاسمر، استخدمت نص معلقه من الكمون، استخدمت معلقه من الكزبره الناشفه. ونسيت بصراحه احط كركم. لو انتوا بتحبوا تحطوا الكركم ما تنسوش يا بنات، الكركم ده اساسي اساسي في الفول. بس انا للامانه نسيت. برضو هنا هحط الملح المظبوط بتاعي. طبعا الملح زي ما انتوا حابين، وتحطوه بالمقدار اللي انتوا عايزينه. لو انتوا مش عايزين تملحوه مثلا سيبوه وقت ما انتوا تكونوا محتاجينه يعني. وهنا يا بنات كده دخل في السوا، او يعني 3/4 سوا. فبوريكم شكله ولونه. طب ايه يا نور العيوب؟ انا خلاص كده يا بنات طفيت عليه، بس الكلام دوت اخد على النار معايا تقريبا ساعة، على نار هادية جدا. يعني تكاد تكون خلاص هتطفي كمان، فهادية جدا. انا بصراحة يا بنات من عشاق، ها تخيلوا كلمة عشاق دي. انا بصراحة يعني من عشاق ايه؟ ان انا بخلط الفول او بضربه في الخلاط. ليه بقى؟ لان انا معايا ابني زي ما انتوا عارفين يا بنات. طبعا حالته ربنا يشفيه ويعافيه. الفول هو بصراحة مفيد ليه، بس مشكلته ان الفول بيخليه مع احترامي لحضراتكم انه بيرجع. فانا طبعا عشان اتفادى الموضوع دوت بضربه في الخلاط. فبالتالي بقى كل حاجة بتبقى ايه كده ناعمة، يعني بيعرف يبلعها وخلاص. بس كده، وزي ما انتوا شفتوا حبايبي انا فرزته معاكم. وعلى قد الاكله بتاعتي او الفطار او العشاء. ويطلع كميه حلوه جدا جدا، وفرزته في الاكياس بتاعت التلاجة، وحطيته في الفريزر. اتشجعوا يا بنات ويعملوا كل حاجه من البيت. يعني حاجه في نظافه وحاجه انت ضامنه الحاجه دي تحت ايدك. هنا برضو رحت السوق ولقيت الطماطم ما شاء الله اللهم بارك. استغل الوقت دوت بتاع الطماطم يا بنات. عايزه اقول لك الطماطم ب3 جنيه و4 جنيه. بس انا جبت شروه كبيره كده. آه وحماتي كانت معايا. رحنا اشتريناها بصراحة تقريبا الكيلو كان عامل 2 جنيه ونص. فبص بصراحة كانت فرصة بصراحة. فجبنا كمية كبيرة جدا جدا. وقلت اما افرزها خلاص كده عيد الاضحى داخل علينا. والوصفات والحلويات اللي هنعملها ان شاء الله كده، حلويات اقصد يعني الحاجات الحلوة يعني اللي خاصة بعيد الاضحى.
فهنا بقى طريقتي في الصلصة بتاعتي، بغسل الطماطم غسلة حلوة كده ونضيفة ومضمونة، وبعد كده بقطعها تقطيع عشوائي، وبجيب حلة كبيرة على النار وبحط الطماطم من غير نقطة مية. اوكي يا بنات، من غير نقطة مية. بحط الملح المظبوط بتاعي، وبحط فص توم كده بتاع 7 8 فصوص توم، وبحط معلقة من السكر. السكر هنا يا بنات مادة حافظة. خلاص. هنا طبعا الكمية كانت كبيرة اللهم بارك بتاعت الطماطم، وجبت الحلة الكبيرة برضو تاني وحطيت الكمية بتاعتي. هنا تقريبا يعني انا كنت عاملة بتاع 7 8 كيلو. خلاص. فانا قلت اما افرز كده يعني الحاجه، نصيحه يا بنات، انزلي كده السوق، شوفي ايه الحاجات الرخيصه وايه الحاجات يعني فاكهه الموسم، خضار الموسم، فرزيه يعني مش هتندمي، بس يعني تعبي يوم وارتاحي بقيه الشهر. فنصيحة مني يا بنات، انزلوا كده وتشجعوا يعني، اغتنم الايام دي حتى. الطماطم جميلة جدا جدا. عايزة اقولك والله العظيم ما شاء الله، يعني الطبيخ اصلا بتاعها وانتي مغمضة كده هيطلع احمر كده وزي الفل. وهنا برضو زي ما قلت لكم كده سبت الصلصه تتسبك على النار، وزي ما انتم شايفين والله والله يا بنات، مش كاميرا ولا مش فلتر ولا مش اضاءه ولا اي حاجه خالص، هو فعلا كده لون الطماطم كان معايا، اقسم بالله كانها جاهزه، كانها شفت الطماطم البيوري دي كده. انا كده دي الطماطم دي كنت عاملاها بيوريه، وزي ما انتم شايفين كده انا بضرب في الخلاط في الخلاط. انا مش عارفه بتكلم لغه عربيه فصحى زياده عن اللازم النهارده. معلش سامحوني، انا بسجل لكم الفيديو دوت الساعه 5 الفجر والله. ف وانا فاصله خالص. فكده يا بنات كده ان شاء الله انا اكون خلصت معاكم الطماطم كلها. ما شاء الله طلعت كميه محترمه معايا. وللعلم انا حاطه في اكياس تلاجة او اكياس من بتاعت كيس اللبن دي، كبيرة جدا جدا. وهتشوفوا وانا بوزن تقريبا كل كيس يعني يعني داخل على كيلو من الصلصة. فكيلو دي كمية كبيرة جدا. فانا بحط على قد الطبخة. خلاص. طبعا في من اللي هنعمل فيه مثلا طبيخ احمر، في مثلا هنعمل فتة، هنعمل صلصات مكرونة. فحطوا في دماغكم الحاجات دي، ولو انت عايزة تكتري اكتر من كده مثلا، ومثلا على حسب برضو افراد العيلة عندك. فشوفي انتي على حسب استخدامك انتي الشخصي. فهنا انا بقى حطيت على قد ما انا بستخدم، وطلعت معايا ما شاء الله اللهم بارك يا بنات تقريبا يعني بتاع 9 كيلو. علشان يعني انا للامانه لما جيت وزنتهم يعني كان في كيس مثلا عامل كيلو الا حاجه بسيطه، كيلو الا 100 جرام 125 جرام كده. و ما شاء الله في كيس تاني برضك كانت بتوزن كيلو وحاجه. فما شاء الله اللهم بارك تقريبا طلعت معايا 10 كيلو من الصلصه. طبعا كميه محترمه جدا جدا. ولو انت وصلت لحد هنا ونسيتي تعملي لايك، اوعي بجد ما تنسي انك تعملي لي لايك، ويا ريت تشيروا القناه مع اصحابكم وحبايبكم عشان المشتركين يزيدوا ان شاء الله كده وعيلتنا تكبر. وما تنسونيش من دعواتكم. هسيبكم في حفظ الله، انتظروا مني يا بنات الفيديوهات اللي جايه، روتينات قويه جدا جدا، تنظيفات عميقه، وتفريزات ان شاء الله كده للعيد. ربنا يا رب يدوم علينا الستر والاعياد. والسلام.